المكان الوحيد اللي لو جربت وحطيت وشك فيه مش هتقدر تشيل عينك عنه ابدا. كل الرعب والخوف اللي جواك هيتشال. انت مش متخيل يعني ايه تشوف جمال رباني واسع لعالم غير عالمنا. ده ربنا خلقه لمين؟ لينا يا صديقي. سيبك من اللي انا بحكيهولك، انا بحكي طباعهم وسلوكهم لاننا مش عارفينه، شراستهم مع بعض، وازاي كل كائن بيقدر يوفر احتياجات اكله، ووسيله كل كائن فيهم للدفاع عن نفسه. انما هما مش شايفينك اصلا. واسأل اي غطاس هيقولك ادي الحياة البحرية احترامها تديك احترامك. اكم من الاف الناس نزلت معايا وما كانتش بتعرف تعوم، ولحد وقتنا هذا بيكلموني لانهم مش قادرين ينسوا تجربة الغوص، ونفسهم بس لو الفرصة تيجي تاني مرة واحدة ويغوصوا. كمية جمال وانواع والوان للاسماك سبحان الخلاق، رسم ودقة في التصميم، ولسه ياما هنكتشف. اوعى تخاف من البحر، يبقى الحل انك تعرف. جرب ولو مرة انك تحط وشك في البحر الاحمر غطس او سنوركلينج، شوف جنة الله على الارض وقول لي شعورك كان ايه. السؤال بقى، مين اللي جرب الغوص قبل كده وشعورك كان ايه؟ وقول للناس في التعليقات عشان كله يعرف.